انتشرت صور للفنانة مروة الخطيب بعد أن تغيرت ملامحها وظهر عليها علامات التقدم في العمر وزيادة في الوزن لدرجة أنه لم يتعرف عليها الكثير. وظهرت في حفل زفاف بنتها على المهندس محمود فودة بحضور عدد من نجوم الفن، وتم التقاط صور ليها وهي بترقص مع بنتها وسط فرحة كبيرة، وأيضا صور عائلية أخرى. ولدت الفنانة الجميلة في لبنان سنة 1958 لأب مصري وأم لبنانية، ودرست في كلية الحقوق بجامعة بيروت، وانتقلت للقاهرة ودخلت مجال الفن بالصدفة عندما التقاها المخرج المصري الكبير تيسير عبود أثناء زيارتها لصديقتها في الاستوديو، وأعجب بجمالها اللافت وأسند إليها دورا صغيرا في فيلم دعوني أنتقم، ومن بعده قدرت تظهر نفسها بشكل ملفت. مروة الخطيب بدأت مشوارها الفني بعد أن جاءت إلى مصر بلد والدها بعد تخرجها من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، والتقت بالمخرج تيسير عبود بالصدفة وعرض عليها العمل في التمثيل. وعلى الصعيد الشخصي تزوجت مروة الخطيب من الفنان ناصر سيف وأنجبت منه أحمد ونور، وبعد زواجها توقفت عن التمثيل لفترة علشان تتفرغ لتربية أطفالها، وجعلت عيلتها في دائرة اهتمامها الأولى.